رمضان كريم. السنة دي رمضان داخل علينا 2 في 1. غلاء أسعار بسبب الاقتصاد العالمي والدولار، وغلاء بسبب الموسم. ما بقيناش بنفكر غير في السلع الأساسية: الرز، السكر، الزيت، بكام ونجيب منين. طب نعمل ايه بقى عشان نتعامل مع ده ونجهز لرمضان؟ الميزانية، نعمل جدول للشهر كله واحتياجات كل يوم، تتكتب لستة مشتريات، ونعمل حسابنا اننا نقلل عدد مرات عزومات الاهل. يعني بدل 4 أو 5 مرات نخليهم 2 بس في الشهر، مجبرين عشان الظروف. الحلويات، ما نشتريش حلويات من بره، الأسعار نار. ماله بس اليوتيوب ووصفاته الحلوة وطريقة عمل أي حاجة حلوة إحنا حابينها. الماركت بلاش. سبحان الله، قبل رمضان ننزل نجيب حاجات ب200 جنيه ونرجع البيت بحاجات ب1000 جنيه وخناقة. الفطار برا، متعودين نفطر برا في رمضان كذا مرة في الشهر، خليها مرة أو 2. ويا سلام لو ناخد الفطار من البيت ونفطر في النادي أو في مكان حلو نتبسط فيه. الكميات، احنا عندنا مشكلة مع الكميات بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص. نبتدي نحدد كميات على قدنا وما نعملش أصناف كتير. طب واللي يفيد مننا بقى؟ في ناس بتوزع على الغلابة وناس بتديه لعابر سبيل، وللأسف في ناس بترميه. طب ليه؟ احنا ممكن ناخده ونشيله في علب في الفريزر، وبعد كام يوم نطلعه ونزود عليه صنف خفيف كده ونقدمه تاني. في ايه تاني ممكن نعمله عشان نوفر اقتصاديا قبل رمضان؟